قضية شهد عروسة بورسعيد. مش هتصدق مامتها طلعت بنفسها من ساعات قليلة ونفت الخبر عن سلفتها مش هي القاتلة، واتهمت واحدة تانية وقالت معايا دليل، والمحامي بتاعها بيتدخل عشان يجيب حقها، وان العريس وامه بيتستروا على المتهمة علشان ما ينفعش يحبسوها. تفاصيل هنشوفها مع بعض، بس في الأول صلوا على النبي. من كام يوم واحنا عندنا ترند أول وهي جريمة القتل بتاعة فاطمة اللي راحت هي ومامتها اتعزمت عند خطيبها، وكالعادة متعودين دي تاني مرة ان هي تبات عنده عشان الوقت متأخر وما ينفعش ان هم يروحوا. ولما كلمت باباها قالت له يا بابا احنا فطرنا تعالى خدنا، قال لها الوقت الجو بيمطر والوقت متأخر فباتي عندك وانا هاجي اخدكم بكرة الصبح بدري. وهم ادوا الامان عادي لانهم كانوا بايتين هناك قبل كده. فخلاص غيرت هدومها ولبست هدوم من عند سلفتها او حماتها، وخلاص الموضوع مشي تمام وفضلوا سهرانين يهزروا ويضحكوا. والعريس دخل ينام وقال محدش يدخل يصحيني عشان عندي شغل بكرة بدري. فضلت العروسة وامها قاعدين وبيهزروا ويضحكوا لحد السحور. اتسحروا ودخلوا علشان يناموا. فدخلت عليها شهدة قالت لها هو انتي هتنامي؟ قومي، هو انتي جاية تنامي؟ قومي تعالي نتمشى شوية او نخرج شوية. فقامت معاها وخرجت وياها ومحدش ادى اخوانا. على طول البنت اختفت ومحدش يعرف عنها اي حاجة. بعديها على طول لقى العريس في شقته وعمال بيصوت وبيقول فاطمة ماتت، ومحدش فاهم مين اللي قتلها ولا ايه اللي حصل، لان لقوا شهد نايمة ومفيش اي دليل على ان شهد عملت فيها حاجة. وشهد قالت ان احنا رجعنا مع بعض وما كانش فيه اي حاجة، وانا دخلت انام وهي دخلت تنام. اللي حصل ان العريس لما لقيها هناك قال ان هي مقتولة مشنوقة بالطرحة، وفي طرحة حوالين رقبتها. اللي حصل ان طلع اقاويل كتير، ام فاطمة هي اللي طلعت بنفسها ونفتها. الاول كانوا بيقولوا ان هي القتلة تبقى بنت اخت العريس، وان هي كانت بتغير عليه جدا وكانت بتغير عليه من فاطمة، وكم مرة اتخانقت معاه عشان بتقعد تهزر مع محمود خطيبها، وان بنت اخته بتغير عليه جدا عشان كده استدرجتها هناك لشقتها بنية ان هي تشوف اخر التفاصيل اللي حصلت، وخنقتها هناك وموتتها. وبما انها عيلة صغيرة فما تقدرش تعمل حاجة زي دي، فامها طلعت وقالت لا ما حصلش. بعديها قالوا خلاص ظهر الحق وان اللي حصل سلفتها اللي قتلتها. وكان الخلاف اللي موجود معانا موجود على شقة، وان سلفتها عايشة هي وسلفها في شقة صغيرة، وان هما معاهم اطفال وان الشقة مش واخداهم. فبدأت تقول لفاطمة اقنعي محمود خطيبك ان انتوا تقعدوا في الشقة القديمة الصغيرة، وانا وجوزي وعيالي ننتقل للشقة الكبيرة اللي انت بتجهزيها، اللي هي المفروض انت تتجوزي فيها الجديدة. فقالت لها لا انا مالي ومليش ان انا اتدخل في المواضيع دي. فبدأت سلفتها ان هي تزن عليها مرة واتنين وتلاتة، وفاطمة على قولها الواحد انا مليش دعوة، هما اتنين اخوات يتصطفوا مع بعض. فبعد كده حاولت ان هي تتكلم معاها اخر مرة وهي هناك، قالت لها انا ايه ذنبي ان انا اعيش في شقة قديمة؟ انا مش هعمل كده، انا عروسة وعايزة اعيش في شقتي الجديدة. وان انتوا خلاص بما انكم بتقولوا ان انتوا مع الوقت هتدوني فلوس وان انا اشتري بيت كبير، حوشوا انتوا الفلوس وهاتوا البيت الكبير. فبدأوا ان هما يتخانقوا الاتنين مع بعض، فاطمة وسلفتها، وبدأوا يمسكوا في بعض، وسلفتها قررت ان هي تشنقها وتخنقها وكانت محضرة الطرحة. لكن مامتها طلعت وقالت ان الرواية دي غلط ومفيش اي صحة من الكلام ده. فلما بدأت تتسأل طب انت شاكة في مين اللي قتلها، قالت معرفش. قالت لها طب بنتك اخر مرة ظهرت مع مين، او مين كنت انت حاسة ان في تصرف غلط بيحصل مع بنتك من اتجاهه؟ حد متضايق منها؟ حد بيهتم بيها زيادة عن اللزوم؟ اي حاجة بتحصل خليتك تشك فيه؟ قالت قولا واحدا هي شهد الوحيدة اللي كانت مصممة تاخد بنتي بعيد عني، شهد الوحيدة اللي ما خلتش بنتي تنام، شهد الوحيدة اللي أخدت البنت آخر مرة وبعدها رجعت اختفت. بنتي اختفت من بعدها وما شفتهاش. واللي ما يعرفش ومش متابع من شهد تبقى قريبة العريس، تبقى قريبة محمود أو عيلة محمود، هي تبقى واحدة قريبتهم كانت موجودة يوميها. يوم الواقعة صحت فاطمة الساعة 8 الصبح وقالت لها قومي خلاص كفاية كده، انت مش جاية تنامي هنا. وقالت لها قومي تعالي معايا نتمشى.
فلما ام فاطمه قالت لها انت رايحه بيها فين، قالت لها هي جايه تنام، ده هي كلها ساعات قليله وهتمشي، وان احنا في الصيام فخليها تقوم تتمشى معايا شويه. وامها ما ادتش اخوانه، وده اللي قالته، قالت انا ما شكتش فيها، وقلت لها خلاص يا فاطمه روحي تمشي معاها، بما انها عماله تزن من ساعه ما جينا ان هي عايزه تخرج وتتمشى معاك، فخلاص قومي ريحيها واخرجي معاها. وقالت انا ما كنتش اعرف ان انا بديها بنتي بايدي علشان تموتها. وقالت لها لما اتسالت الصحفيه وقالت لها طب بنتك ما قالتلكيش حاجه قبل ما تمشي، ما قالتلكيش انا خايفه انا قلقانه انا اي حاجه؟ قالت لها لا، قالت ان هي هتمشي معاها ومش هتتأخر عشان باباها جاي ياخدهم. وفعلا شهد اخدتها وخرجت معاها. ولما شهد رجعت لوحدها قالت ان هي جاية ورايا. بعديها على طول محمود طلع الشقة اللي هما هيتجوزوا فيها، اللي هي في نفس البيت بس في الدور اللي فوق اهله. وقال ان هو اول ما طلع لقوه على طول عمال بيصرخ وبيقول الحقوا فاطمة مشنوقة، الحقوا فاطمة ماتت. فمحدش كان عارف ايه اللي حصل. فهي بتقول انا ما جريتش وراه، انا بسأل شهد فين بنتي، قالت ما اعرفش، انا سبتها وجيت. وفعلا اللي احنا لقيناه ان احنا طلعنا كلنا الجري على الشقة ولقينا فاطمة مشنوقة بطرحة. بس خدوا بالكم برضو ان في الغاز في القضية او في مقطع في القضية مش مفهوم، او في جريمة في جزء ما اتحكاش مش مفهوم. ايه اللي هتستفاده شهد من ان هي تقتل فاطمة، ان هي ولا ليها اي علاقة بيها ولا سلفتها ولا في خلافات ما بينهم، بما ان مامتها طلعت ونفت وقالت ان مفيش اي خلافات ما بين بنتي وما بين سلفتها دعاء، وقالت ان انا بنتي كويسة جدا لا بتشتم حد ولا بتتطاول على حد. لما سألوها يمكن كانت متخانقة مع شهد أو تطاولت عليها فقررت إن هي تشنقها وتدافع بيها عن نفسها أو أي حاجة، أمها قالت لأ بنتي مسالمة تماما وإن هي ما تعملش أي حاجة من دي. طب النقطة هنا إن إيه السبب إن شهد تقرر تقتلها، وان القرار ده ما جاش في لحظتها، القرار ده متخطط له، لان شهد زي ما خرجت زي ما دخلت بلبسها بطرحتها بكل حاجه، يعني اذا هي كانت عامله حسابها بطرحه زياده، يعني هي كانت مخططه للقتل من امبارح، من ساعه ما جم عندها وفطروا او ما جت عند خطيبها وفطرت هي وامها وبعديها دخلوا يناموا وهي عماله بتزن، يبقى هي كانت ناويه ان هي تقتلها من اول ما وصلت. ففي لغز كبير جدا في القضيه، وده اللي هيظهر معانا فيما بعد او بما يحصل، يعني ان الصحفيين يستضيفوا امها وابوها ويبداوا ان هم يتكلموا معاهم. واللي خلاني اقول ان في لغز كبير جدا في القضيه مش مفهوم، ان اخو فاطمه طلع وقال ان العريس محترم جدا وبيحبها جدا وبيخاف يزعلها ودايما بيحترمها ودايما بيجيب لها الحاجه اللي ترضيها. وباباها قال كده، ابو فاطمه الله يرحمها عروسه بورسعيد الله يرحمها ويرحمنا جميعا، ان هو برضو اكد نفس الكلام وقال احنا مش فاهمين شهد قتلتها ليه. بس ام شهد قالت كلمه غريبه جدا، قالت ان لا ام فاطمه قالت كلمه غريبه وقالت ان شهد لما اخدت بنتي وراحت دخلت بيتها من بيت اللي ورا، اخدتها وهي راجعه لوحدها قعدت تقول اه يا ظهري اه يا عيني، وقعدت تعيط بحرقه كتير جدا ومحدش فهم في ايه، لحد ما العريس صرخ وقال فاطمه موجوده عندي ميته. طبعا اي تفاصيل هتطلع هنبدا ان احنا نتكلم فيها مع بعض وطبعا مع الوقت زي ما احنا متعودين ان الحقيقه بتبان. وصلنا نهايه الفيديو، اشوفكم في تفاصيل جديده، في امان الله، مع السلامه.